طيب ازاي اقدم في المواهب العربية او نيكست ستار حاليا واضمن ان انا بشكل كبير ان شاء الله اتقبل؟ في البداية اصلا ازاي اعرف الشروط المطلوبة مني عشان اتقبل في البرنامج؟ اول حاجة تخش على الديسكورد. طبعا احنا كنا شارحين دلوقتي ازاي تعمل اكونت ديسكورد وازاي تخش سيرفر ببجي مينا الخاص بكل حاجة ليها علاقة ببجي للشرق الاوسط قبل كده في فيديوهات سابقة. المهم تخش على السيرفر وبعد كده هتدوس على السهم اللي فوق على الشمال ده، هتلاقي عندك الخانة بتاعت السيرش، هتكتب فيها بس نيكست وبعد كده تدوس تشانل. هتلاقي عندك قناة اسمها جوين نيكست ستار بروجرام، هتدوس عليها هيطلع لك كل المتطلبات اللي مطلوبة عشان تتقبل في البرنامج. تعال نشرحهم واحدة واحدة وبالتفصيل. رقم واحد، تكون صانع محتوى ببجي موبايل. ده معناه ايه؟ طبعا ده معناه باينة يعني، مش محتاج ان انا اشرحه. لا بجد، معناه ان انت يكون عندك 70% من محتواك للعبة ببجي موبايل بس، مش محتوى شخصي، مش محتوى لعبة تانية. يكون 70% من محتواك لعبة ببجي موبايل بس. تاني حاجة ودي من أهم الحاجات، تمتلك محتوى مستمر. أغلب الناس اللي بتترفض بسبب النقطة دي، بسبب إن هما بينزلوا مثلا النهاردة 10 أيام لا، فهما مش بينزلوا محتوى مستمر. ببجي بتقوم رافضة الطلب بتاعهم ويجي يقولك أنا اترفضت ليه، فخد بالك من النقطة دي بالذات. تالت حاجة معانا، يجب أن يكون محتواك يشمل 70% من ببجي موبايل، دي أنا لسه قايلها. رابع حاجة، عدم وجود محتوى مخالف لسياسة ببجي موبايل. من أبرز سياسة ببجي موبايل، عشان طبعا سياسة ببجي موبايل كبيرة، بس من أبرزهم اللي معظم الناس بيترفض عشانهم، أنا آسف في الكلمة دي، بس المحتوى الديني ممنوع. إن أنت تنزل فيديو عليه قرآن أو كده، ده ممنوع. مش هلحق شروط والله، عشان محدش يقول لي مش عارف ايه، مش هلحق شروط. خامس حاجة معانا، المحتوى الذي يتم نشره يجب أن يكون ملك للصانع. فيما معناه ايه؟ إن لازم يكون المحتوى اللي أنت هتنزله في قناتك يكون ليك أنت بس، يعني يكون المحتوى بتاعك، مش تروح تجيب فيديو لستريمر ما، ستريمر فلان مثلا، وتعمل له اديت ومونتاج ومش عارف ايه وبتاع وتنزله عندك. لا ده مش محتوى خاص فانت بيك. لازم يكون محتوى خاص بيك، صوتك او مونتاجك او او يعني عموما طريقة ايه اصلا المحتوى بتاعك اللي انت بتقدمه على المنصة عموما يكون بتاعك انت، مش سرقه من حد. هي كلمة سرقه دي اللي انا عايز اقولها، بس انا قلت اجيبها بطريقة مبسطة يعني، عشان عيب اقول لك سرقه كده، عيب اخش عليك مرة واحدة. طيب، اخر حاجه معانا وجود محتوى ببجي موبايل كافي. يعني ما كنتش عامل اكونت امبارح ومنزل لك 3 فيديوهات او فيديوهين وتروح تقدم على البرنامج، مش هيتقبل. لا استنى شويه، ينزل لك كام فيديو. هو ببجي بصراحه ايه العدد اللي المفروض تقدم عنده، بس انا بالنسبه لي تقريبا والله اعلم 10 فيديوهات. يعني اول ما تلاقي نفسك جايب 15 فيديو تروح تقدم وان شاء الله تتقبل. طيب احنا شرحنا الشروط، خلي بالك بتاعت على جنب كده دلوقتي. النصايح او الحاجات اللي انا اقولها لك اللي انت باذن الله بسببها تتقبل في البرنامج. انت طبعا ببجي مش مدياك وقت معين او فتره معينه اللي انت الطلب بتاعك يتقبل فيه. يعني مثلا مش بتقول لك قدم الطلب النهارده بعد اسبوعين تتقبل، لا، هو الفتره مفتوحه، بس في الغالب مده الطلب بيتقبل من يوم ل3 اسابيع. طيب في الفتره دي انا اعمل ايه؟ يعني مثلا انا قدمت النهارده، ما سيبش القناه كده، لا انا قدمت اقوم رايح منزل لي فيديو، وافضل ال3 اسابيع دول منتظم في النشر، على الاقل 3 اسابيع دول. هو كده كده اصلا الانتظام في النشر ده بيعود عليك انت، فهو نفع ليك، وكده كده هو مطلوب اصلا من الشركه. يعني انت وقت ما انت تنتظم في النشر، يا رب انا انتظم في النشر يا رب، قناتك هتترفع باذن الله. ف هينفعك، وهو كده كده مطلوب. فان انت قدمت النهارده هتفضل ال3 اسابيع دول بتنزل محتوى بشكل مستمر، وده بيرفع احتماليه ان انت تتقبل. مش هيخلي اللي بيراجع يبص على قناتك يلاقيها انها ميته خالص يقول لا لا فكك من الطلب. طب انا دلوقتي قدمت وعايز اعرف ايه حاله الطلب بتاعي، هل هو اتقبل، هل هو اترفض، هل هو معلق؟ هتخش تاني على سيرفر الديسكورد وتخش تدور على قناه اسمها ايفنت سبورت. لو انت ما لقيتهاش في القوائم برضه تخش على نفس السيرش بار وتكتب ايفنت سبورت، وتكتب ايفنت بس مش شرط حتى ايفنت سبورت. تخش تقول لهم انا قدمت طلب او استبيان لنكست ستار وعايز اعرف ايه حاله الطلب بتاعي. بس عشان تعرف حاله طلبك لازم يكون عدى 3 اسابيع على طلبك زي ما انا قلت من شويه. وعموما لو انت اتقبلت بيتم عمل لك منشن في صفحات البرنامج، وبيدخلوك صفحات البرنامج، بتبقى صفحات خاصه فمش تظهر لك غير لما تتقبل في البرنامج. فانت الفتره التانية كده في ال3 اسابيع دول خش شيك. ولهنا نكون وصلنا لنهاية المقطع. متنساش تعمل فولو أو سبسكرايب على حسب انت في انهي منصة، وتعمل لي لايك دعما ليا، وتكتب لي كومنت حلو لو انت استفدت. ولو انتوا حابين ان انا اعمل فيديو طريقة شرح اصلا التقديم، يعني اخش على اللينك اوريكم اصلا تكتبوا ايه هنا وايه هنا وايه هنا. لو انت متلخبط ودخلت وحاسس ان الدنيا كده ملخبطة قولي في الكومنتات، ولو انا لقيت تفاعل ولقيت ان الناس مهتمة بحاجة زي كده هنزل لكم الفيديو في اقرب وقت. واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله، وفي امان الله.